لانه حطينا التونه. اذا بتحبوا اللي بيحب كمان يا دوب هيك شويه يعني فيلي دو جو سيترون، يا دوب شويه ليمون، عصير ليمون. بسم الله. وطبعا بدنا ندوق ونتاكد من الملح والنكهه تاعو. بسم الله. ياي طيب عن جد طيب، كثير طيب. هلا راح اضيف له بس شويه ملح، وبفضل هذا الملح اللي هيك مثل الحبيبات، هو ملح البحر. راح اضيف لانه وانتم بتاكلوا فيه بتعطيكم مثل قرمشه، ف هذا بيزيد كمان شغله للبريك. حابه نشيل كل هالشغلات باش نوريكم كمان طريقه، لانه يختلف عن البوراك. هاي راح خليهم للتزيين. راح بس ارجع لاني حاطه انا هون مقلاة فيها زيت. بسم الله. وراح نستعمل رقائق سبرينج رول للسنبله. هاي بنعمل بيهم شغلات كثيرة، بتعملوا البوراك، تعملوا مثل اليوم البريك، يعني بنستعملهم في استعمالات كثيرة متعددة للحلو وللملح. فراح نشيلها من الكيس هذا. وانا هون راح تلاحظوا انه كل مره ما استعمل هالنوع من الورق، يعني هذا الرقائق او شيء، دائما هاي نصيحه بتمنى انكم تاخذوا بها، لانه الورق هذا ايا كانت نوعيته ينشف على الهواء. انتبهوا لهالشغله، اذا خليناه متعرض، شلناه من الكيس تاعه خليناه متعرض للهواء، الورقه تنشف وتتكسر معكم، ما تقدريش بعدين ما فيش انه مجال نرقعها. وراح نحط لها فوطه كمان، اذا الفوطه كانت مبله كثير تبلل لك الوراق الرقائق هادو او سبرينج رول، وتخرب كمان، مش راح تقدري تستعملي الورقه. فافضل الامور اوسطها. بسم الله. البريك غير البوراك، ما فيناش نجهز مثلا حبه ونخليها وبعدين نخلصهم كلهم في نفس الوقت. حتى هو معروف حتى في رمضان وفي غير رمضان انه تتجهز الحبه على طول، تنحط في الزيت، تنقلى، وطبعا نحطها على ورق المطبخ باش يمتص منها الزيت. فانا راح اعمل كل مره بعمل واحده وبقليها وبرجع اعمل واحده ثانيه. هو هذا السيستم تاعها، هو هذا نظامها. وطبعا مثل ما نبهت عليكم، تسكروا على الورق هاي وتحموه من انه ينشف. بسم الله. كنت نحكي لكم عن البيض، انا ضفته هيك وخلطته مع الحشوه. فيه اللي بدل ما يضيفوه في الحشوه مثل ما عملت انا اليوم، مثلا يجيبوا الحشوه هيك يعملوا لها مكان ويجيبوا حبه البيض فيها ويكسروها، تتكسر حبة البيض. وراح اوريها لكم ونعملها قدامكم. بسم الله. ونشيلها على طول.
هيك بتبدوا تعملوا لها ترموا عليها الزيت. خصوص هون انه انا بس بدي كمان البيضه هاي اللي حطيتها بدي اياها تستوي بالداخل، لانه الحشوه خلاص كلها يعني جاهزه ومستويه، بس البيضه اللي حطيتها. في حتى مرات كمان هيك بيجي على بالي واولادي كثير يحبوه وبنتي بالذات، نحط من غير ما بعمل ولا شيء، بفتح هيك ورقه هذه الرقائق وكسر فيها حبه بيض، وحط معها فلفل اسود وملح، تطلع روعه روعه. وبعدين لما نحطها ويطلع منها يعني نصفيها من الزيت، نعصر عليها ليمون وتتقدم سخنه فما تنشبحش. انا هون راح اكتفي بهالقدر، راح اطلعها، بس بدي اقرب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اعمل واحدة ثانية، راح اعملها بدون بيض، بس لانه كان المجال حكيت على فكرة البيض كيف يعملوها. هاي حتى راح اعملها هيك، او خلينا نعملها نفس الشيء. واذا تحبوا القوام تاعها، فيه اللي يحبوه يعني شوي سائل على هيك بتضيفوا البيض، فهذا كمان بيرجع لكم. والهي ضروري ضروري في نفس الوقت، حتى لو راح زين الصحن بعدين، الصحن التقديم راح تزينوه بالليمون لما تقدموه، بس ضروري وهي سخنه ينعصر عليها ليمون، لانه تتشرب كثير زيت، فبهالطريقه الهضم تاعها بيكون اسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هاي كمان عصرة ليمون. وراح طبعا لازم تقدموهم كمان بشرائح الليمون او حبات الليمون زي ما بدكم. راح احط لهم كمان ليمون اخضر. وألف هنا وشفا.